تخيل معايا إن في مادة واحدة على الكوكب استخدمها الفراعنة من آلاف السنين، ولسه لحد النهاردة بتعتبر رمز للقوة والثراء. المادة دي هي الذهب. بس السؤال الحقيقي هو ليه الذهب مهم بالشكل ده؟ وليه المستثمرين الكبار دايما بيخصصوا جزء من أموالهم فيه؟ خليني أقولك القصة من الأول. الذهب ده مش مجرد معدن، ده مخزن للقيمة. من أول ما بدأ الإنسان إنه يتبادل السلع كان محتاج حاجة ثابتة القيمة يقدر يقيس بيها الأسعار، وهنا ظهر الذهب كعملة عالمية قبل ما يكون في حاجة اسمها دولار أو جنيه. على مر التاريخ كل عملة ورقية اتولدت وبعدها ماتت، لكن الذهب فضل ثابت في مكانه. تقدر تقول إن العملة الوحيدة اللي ما بتنهارش. حتى في وقت الحروب والأزمات الاقتصادية كل ما الأسواق كانت بتقع الذهب كان بيطلع لفوق، وده السبب إن الذهب بيتسمى الملاذ الآمن. يعني أول ما الناس تحس بخطر بتجري تشتري ذهب، لأنهم عارفين إنه مش بيفقد قيمته بسهولة. تعال نفكر شوية بشكل عملي. أنت لو عندك 100,000 جنيه وحطيتهم في البنك، القيمة الشرائية للفلوس دي بعد سنتين هتقل بسبب التضخم. لكن لو اشتريت بيهم ذهب ممكن سعره يزيد وتحافظ على قيمة فلوسك كمان. خليني أقولك شوية أرقام حقيقية. في 2010 كان سعر جرام الذهب حوالي 200 جنيه، النهاردة تعدى 6000 جنيه. تخيل الفرق. ده معناه إن اللي كان عنده ذهب من 10 سنين ثروته فعليا زادت 30 ضعف من غير ما يعمل أي حاجة. طيب ممكن حد يقول طب ما أنا استثمر في العقارات أو الأسهم، ليه الذهب بالذات؟ شوف، الذهب مش بديل عن الاستثمارات، لكن هو تأمين ضد المخاطر. يعني لو البورصة وقعت أو العملة انهارت، الذهب بيبقى الحماية اللي تحافظ على توازن محفظتك الاستثمارية. هو زي حزام الأمان في العربية، مش هدفك الأساسي، لكن وجوده مهم جدا. وهنا يجي سؤال في غاية الأهمية. أنا دلوقتي عايز أستثمر في الذهب، إيه هي الطرق دي؟ بص، في 4 طرق للاستثمار في الذهب. أولا الذهب الفعلي، وهو أن أنت تشتري الذهب زي سبائك والجنيهات الذهب أو المشغولات الذهبية، ودي الطريقة الكلاسيكية لكن محتاجة مكان آمن للحفظ. 2 الصناديق الاستثمارية في الذهب ETF، ودي مناسبة لو أنت عايز تستثمر من غير ما تمسك الذهب بإيدك، يعني أنت بتشتري حصة من صندوق بيستثمر في الذهب الحقيقي. 3 الذهب الرقمي أو الحسابات البنكية اللي بتربط رصيدك بالذهب، ودي طريقة جديدة وسهلة جدا بتخليك تشتري الذهب أونلاين من غير ما تتحرك من مكانك. رابع حاجة هو أن أنت تشتري أسهم في شركات تعدين الذهب. وهنا يجي السؤال، أنا إزاي أعرف الوقت المناسب اللي أقدر أشتري فيه الذهب؟ بصراحة مفيش توقيت مثالي 100%، لكن القاعدة البسيطة هي اشتري وقت السوق ما يبقى هادي وخلي عندك صبر. الذهب استثمار طويل المدى مش مضاربة يوم بيوم. يعني اللي بيكسب من الذهب مش اللي بيشتري ويبيع بسرعة، لكن اللي بيحتفظ بسنين ويسيب ويشتغل لصالحه. في نصيحة مهمة جدا حابب أقولك عليها. لو هتشتري ذهب فعلي حاول تشتري سبائك أو جنيهات مش مشغولات ذهبية، لأن المشغولات بتبقى فيها مصنوعية كبيرة، دي هتقلل من ربحك وقت البيع. وبرضه ما تحطش كل فلوسك في الذهب، يعني خليه جزء من استثمارك الكلي. زي ما بيقولوا لا تضع البيض كله في سلة واحدة. في نقطة كتير من الناس مش بتفكر فيها، الذهب مش بس وسيلة استثمار، هو كمان وسيلة حماية مالية. تخيل لو حصل تضخم أو انهيار اقتصادي، الناس هتحتاج سيولة حقيقية، وقتها اللي معاه ذهب يقدر يشتري أي حاجة من أي مكان. يعني حتى لو العملة فقدت قيمتها، الذهب لسه ليه قيمته في كل بلد في العالم. وفي النهاية الذهب مش وسيلة عشان تبقى غني بسرعة، لكنه وسيلة عشان تحافظ على اللي جمعته طول عمرك. هو صديقك وقت الشدة، سلاحك ضد التضخم، ورمز انك بتفكر زي الأغنياء مش زي الناس اللي بتخاف من التغيير. فقبل ما تنهي الفيديو ده اسأل نفسك، انت بتحوش فلوسك في بنك بيقلل قيمتها كل يوم، ولا في ذهب بيحافظ عليها ويكبرها بمرور الوقت؟ الاختيار في ايدك، لكن اللي بيفكر في المستقبل عمره ما بينسى يحط الذهب في غطته. لو وصلت للنهاية فده معناه انك فعلا بتفكر بشكل مختلف. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجديدة أول بأول. أنا بسنتي، وده كان فاينانس اند موشن جرافيك، بنشرح لك كل ما يخص المال والاستثمار بأسلوب سهل وبسيط باستخدام الموشن جرافيك. استثمر في نفسك لأنها أول خطوة للحرية المالية. نشوفك الحلقة اللي جاية. سلام.